بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزء فيه حديث الليث بن سعد المصري عن شيوخه، رواية أبي موسى عيسى بن حماد التجيبي زعب عنه، التجيبي زعبة عنه، ورواية أبي بكر عبد الله بن داود سليمان بن شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني عنه، ورواية أبي محمد بن عمر بن علي بن محمد بن خلف بن زنبور الوراق عنه، ورواية أبي نصر محمد بن علي الزينبي عنه رضي الله عنه، ورواية أبي بكر محمد بن عبيد الله بن نصر الزاغوني عنه، ورواية أبي علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي عنه، وسماع مظفر بن حسن ابن الحسين ابن الزراد الدمشقي، وملك وسماع لمحمد بن علي بن عبد الصمد المقري البغدادي وابنه أبي القاسم عبد الرحمن من غير واحد نفعهم الله به. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشريف أبو أنس محمد بن محمد بن علي الزينبي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن محمد بن خلف الزنبور البراق قراءة عليه وأنا أسمع. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث أبو بكر السجستاني قال: حدثنا عيسى ابن حماد أبو موسى زغبة التجيبي قال: أخبرنا الليث بن سعد الحديث الأول عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عبيد الله بن عدي يحدث رجلان فحدث عنهما قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناس يسألون من الصدقة فزاحمنا عليه الناس حتى خلصنا إليه فسألناه من الصدقة قال: فرفع البصر فينا وخفضه فرآنا رجلين جلدين فقال: إن شئتما فعلت ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الحديث الثاني عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن حمران مولى عثمان قال: جلس عثمان على المقاعد فجاء المؤذن للصلاة صلاة العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لو أحدثنكم حديثا لولا أنه في الكتاب ما حدثتكموه، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. الحديث الثالث عن هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض فقالت رسول الله: ما أطهر فأترك الصلاة ما أطهر أفأترك الصلاة فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهب فاقدرها فاغسل الدم عنك ثم صلي. الحديث السابع عن هشام بن عروة عن سليمان بن عن المسور بن مخرمة عن عمر ليلة طعن أنه دخل معه هو وابن عباس فلما أصبح بالصلاة من الغد فزعوه فقالوا: الصلاة؟ ففزع فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. هكذا يثعب دما. الحديث الخامس عن هشام بن عروة عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب خير؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: أرأيت إن ضعفت؟ قال: أرأيت إن ضعفت
أو ضعفت. قال فتدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق به على نفسك. الحديث السادس عن هشام بن عروة عن عروة عن سفيان بن عبد الله أنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث السابع عن هشام بن عروة عن الأحنف بن قيس عن ابن عم له وهو عم جارية بن قدامة أنه قال يا رسول الله قل لي قل وأقلل لعلي أعقله. قال لا تغضب. قال له مرارا فيرجع إليه ألا تغضب. الحديث الثامن قال عن هشام بن عروة عن علي بن طالب قال قلت للمقدام سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لولا أن تحت ابنته لسألته عن أحدنا إذا اقترب من امرأته فأمذى ولم يملك ذلك ولم يمسها. فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمذى أحدكم ولم يمسها فليغسل ذكره وأنثييه ثم ليتوضأ وليصلي. قال الحديث التاسع عن هشام بن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخلت على أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن الله لا يستحي من حقها على المرأة من غسل إذا احتلمت. قال نعم إذا رأت فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وبما يشبهها ولدها. الحديث العاشر عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة بعدما ضرب عليه الحجاب يستأذن علي فقال والله لا آذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال لها فليلج عليك عمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلج عليك. وكانت تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. الحديث 11 عن هشام بن عروة عن زينب بنت سنة مونا يا مولانا أوازارية حضرت. طيب. عن هشام بن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ فقالت تنكحها؟ قال أختك؟ قالت نعم. قال تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أنبئت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال ابنة أبي سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن إلا ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الحديث 12 عن هشام بن عروة عن مسور بن مخرمة أن سبيعة توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما تعلت خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح حين وضعت فأذن لها فنكحت. الحديث 13 عن هشام بن عروة عن عروة نعم عن عروة عن جمهان عن أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه ثم ندم فجاء عثمان فأخبره فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت فهو على ما سميت ولا ترجع إلا أن تشاء أن تراجعها. قال الحديث 14 عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان. الحديث 15 عن هشام بن عروة
عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدا أو وليدة. فقال عمر: إن كنت صادقا فأتي بأحد يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس عشر. إذا بدأ مسند سنن أبي داود أخبروني، بارك الله فيكم. عن هشام بن عروة عن عن الحجاج ابن الحجاج الأستمي أنه حدث عن النبي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة العبد أو الوليدة. قال الحديث السابع عشر. عن هشام بن عروة عن زينب بنت بسلمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال الحديث الثامن عشر. عن هشام بن عروة عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. क्या कह रहे हैं? फोन आ रहा है लेकिन सुन भी दाऊद आज नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं सुन दारमी अभी नहीं है, सुन दारमी बाद में है। السنن ليس في أحد والاثنين. ماذا سيقرؤون؟ طيب نقرأ حديثا ونقف إن شاء الله إلى الحديث 20 ونقف. قال الحديث: إنما أنا بشر. عن هشام بن عروة عن زينب بنت سلمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنما تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجتي من بعض فأقضي له. قرأت هذا الحديث. عن هشام بن عروة عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك. فعلت، فذهبت إلى أهلي فعرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: قد عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فسألها فأخبرته، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو إنه باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق. طيب. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. الحديث 19 عن هشام بن عروة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدقة ما تصدق به على ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول. الحديث 20 عن هشام بن عروة عن زينب بنت بسلمة عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة؟ فإني أنفق عليهم وإنما هم بني فلست بتاركتهم هكذا وهكذا. قال: نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال أبو بكر بن داود: وفهمت الليث من المستملي ولم أفهمه من أبي موسى. الحديث 21 عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الله عن رائطة بنت عبد الله بن امرأة عبد الله بن مسعود: وكان امرأة صناعا وليست بعبد الله صنعة. قال: وكانت تنفق علي وعلى ولدها منهم. فقالت: والله لقد شغلتني وأنت وولدك
عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معك بشيء، فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي شيئا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لزوجي وليس لولدي شيء فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر؟ قال آه، لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم. الحديث 22 عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثت أن هند بنت عتبة أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شديد وإنه لا يعطي ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقالت هل علي في ذلك من شيء؟ قال خذي ما يكفيك وابنك بالمعروف. الحديث 23 عن هشام عروة عن عن أسماء بنت بكر أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم. دقيقة الشيخ خرج لعله. طيب نقف على الحديث 23. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نستكمل قراءة الجزء لأحاديث الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى، وقد قرأنا سابقا 22 حديث ونستكمل ما تبقى منه. فبإسنادكم متصل إليه. قال الحديث 23 عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة فأصلها؟ قال نعم صلي أمك. الحديث 24 عن هشام بن عروة أن أبا حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية الأسدي على بني سليم وأنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاسبه قال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جلست في بيت أمك أو أبيك فلتأتك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام خطيبا فحمد الله ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أعمال منا على أعمال منا ولانا الله، فليأتي أحدكم فيقول ما هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فتأتي هديته فلا والذي نفسي بيدي لا يأخذن منها شيئا بغير حق إلا جئتم به يوم القيامة، ولا أعرفن ما جاء الله رجل يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار عشاة تيعر ثم رفع يديه حتى إني لأنظر إلى بياض إبطيه ثم قال ألا هل بلغت أبصرت عيناي وسمعت أذناي. الحديث 25 هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب5 سجدات لا يجلس بينهما حتى يجلس في الخامسة ثم يسجد. الحديث 26 هشام بن عروة عن عمر بن سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. الحديث 27 هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى إذا فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء ترك. الحديث 28 عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي راقدة معترضة بينه وبين القبلة حتى إذا قضى صلاته أيقظني فأوترته. الحديث
التاسع والعشرون عن هشام بن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين أبدا حتى أنزل الله عز وجل كفارة الأيمان. قال أبو بكر والله لا أدع يمين حتى لا أدع يمينا أرى خيرا منها إلا قبلت رخصة الله تعالى وفعلته الذي هو خيرا. الحديث الثلاث عن هشام بن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاث أثواب يمانية سحول بيض لها ليس فيها قميص ولا عمام. الحديث الحادي والثلاثون عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي قبل أن يفيض. قال الحديث الثاني والثلاثون عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي فقالوا إنها قد أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. الحديث الثالث والثلاثون عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب المقروء. إخواني قد قرأنا أمس على الشيخ جزء حديث أبي الليث ليث بن سعد المصري نستكمله إخواني ثم نبدأ بصحيح مسلم إن شاء الله. قال الحديث الرابع والثلاثون عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عن النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. الحديث الخامس والثلاثون عن هشام أن ذكوان أبا عمرو كان عبدا لعائشة فأعتقته عن دبر فكان يقرأ لها في رمضان. الحديث السادس والثلاثون عن عبد الرحمن بن القاسم عن النبي عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. قال الحديث السابع والثلاثون عن هشام بن عروة عن عمارة بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم تكني أو تكني بابنك يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله. قال الحديث الثامن والثلاثون عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة قالت أنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر سلامة الله وبركاته هو يعني في الأول تكنين ألا تكنيني والثاني نعم الأول تكنيني هكذا اللفظ هكذا تكنيني وهي مضبوطة أيضا ألا تكنيني. الحديث الثامن والثلاثون عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض النساء وكانت أم سلمة أم حبيبة قد أتيا أرض الحبشة فذكرنا كنيسة رأتها يقال لها مارية فذكرن من حسنها وتصاورها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. الحديث التاسع والثلاثون عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مستند إلى صدره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قال الحديث 40 هشام بن عروة عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في خطبته ذكر الناقة والذي عقرها فقال صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها فانبعثنا رجل عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته كما يجلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. الحديث الحادي والأربعون عن هشام عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. الحديث الثامن والأربعون عن هشام عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير أن أسماء قالت أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث والأربعون عن هشام بن عروة
عن هشام أن الزبير لما قتل عمر بن الخطاب محى نفسه من الديوان، وأن عبد الله بن الزبير لما قتل عثمان محى نفسه من الديوان. ينظر هذا المتن كيف هو. الحديث السابع والأربعون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائما، فلما دخل في السن كان يجلس حتى إذا بقي من السورة 30 آية أو 40 آية قام فقرأ ثم سجد وقال: ما رأيت يصلي في بيتي من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن. الحديث الخامس والأربعون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات وكان يأتيني صواحبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. قال الحديث السادس والأربعون عن هشام عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: من رجل يأتينا بخبر بني قريظة. قال الزبير: أنا، فذهب على فرسي فجاء يخبرهم. ثم قال الثاني: فقال الزبير: أنا، فذهب. ثم الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال الحديث السابع والأربعون عن هشام بن عروة عن النبي أن حكيم بن حزام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت شيئا كنت أصنعها في الجاهلية أتحنث بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. الحديث الثامن والأربعون عن هشام عن موسى بن عقبة عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. يا مولانا حضرت जी हजरत सुन रहे हैं? जी 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 सुन रहा हूँ। طيب وعليه لعنة الله والملائكة والناس لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال الحديث التاسع والأربعون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة حتى يتفصل جبينه عرقا، يعني الوحي. قال الحديث الخمسون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: إن الرجل لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله المكتوب من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان بعمل أهل النار وإنه لمكتوب من أهل الجنة. قال الحديث الحادي والخمسون عن هشام عن النبي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مستندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة. يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: ما لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبي: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. الحديث الثاني والخمسون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها. ولقد أمر الله عز وجل أن يبشرها ببيت من قطر، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلائلها منها تسعهن أو قال يشبعهن، يعني الخليلة. الحديث الثالث والخمسون عن هشام عن النبي أنه قال: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. الحديث الرابع والخمسون عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن أودي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك من تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: على كل لين هين قريب سهل. الحديث الخامس والخمسون عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء قط، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له
ठीक है भेज रहा हूँ, क्या खबर, क्या उनका नजरिया पर। خادما له. دقيقة. عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء قط، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا ضرب شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. الحديث السادس والخمسون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سُحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ليخيل إليه أنه يعمل شيئا فما يعمله، حتى إذا كان ذات يوم دعا ذات يوم دعا دعاء ثم قال أشعرت أن الله عز وجل أفتاني بما فيه شفائي. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما الآخر ما وجع الرجل؟ فقال الآخر مطبوب، فقال من طبه يعني سحره. قال لبيد بن الأعصم قال فبماذا؟ قال في مصط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في ذروان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين وكأن ماءها بقاع الحناء. قالت فقلت ما استخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد شافاني الله وخشيت أن يؤثر ذلك عن الناس شرا ثم دفنت النار. قال الحديث السابع والخمسون عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر ذات يوم والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت يا بني آنفا؟ قلت والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. فقال أعز علي والولد قال أعز علي كلمة غير واضحة. قال أعز علي والولد طيعني ألزق. ما أدري من الكلمة يرجع. طيب نقرأ حديثا ونقب إن شاء الله. عن هشام عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما يأتيه وخديجة في بعض حاجتها، فقال أين خديجة؟ فلم يجدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت خديجة فأخبرها أن ربها يقرأ عليها السلام. الحديث التاسع والخمسون عن هشام عن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا نبي الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي للناس. فقالت حفص لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. الحديث 60 عن هشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يتمضمض ولم يمس ماء. نقف على هذا الحديث 61 نستكمله في مجلس قادم. والآن بعد قليل نبدأ قراءة صحيح الثالث في قراءتنا لأحاديث الليث بن سعد المصري رحمه الله تبارك وتعالى. نرجو التنبيه على القناة ببدء البث. بارك الله فيكم. نعم. الحديث 61 أو الحديث 60 نبدأ منه. عن هشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يتمضمض ولم يمس الماء. الحديث 61 عن هشام عن أبي أنه قال مر ورقة بن نوفل على بلال وهو يعذب يلصق ظهره برمضاء البطحاء في الحر وهو يقول أحد. فقال ورقة أحد يا بلال صبرا يا بلال
لما تعذبونه فوالذي نفسي بيده لئن قتلتموه لاتخذته حنانا يقول لا تمسحن به. قال الحديث 62 عن هشام عن عروة أنه سمع زيد بن ثابت يقول لمروان رأيتك تقرأ في المغرب بصغار المفصل هكذا بصغار المفصل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين سورة الأعراف. قال الحديث 63 عن هشام بن عروة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول لا شهدت أبا بكر يأكل لحما ما أدري أشواء أم طبخا ثم دعا بماء فغسل يده وتمضمض ثم خرج للمصلى فصلى. الحديث 64 عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت إنما أنت حجر والله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ولم أقبلك ثم قبله يعني ركنه. قال الحديث 65 عن هشام عن عروة قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق يعني السير السريع فإذا وجد فجوة النص والنص أرفع من العنق. قال الحديث 63 عن هشام عن عروة أنه حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل فليهلل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال فقلت لعائشة فأهل بعض أصحابي بعمرة وبعضهم بحج. قالت فكنت ممن أهل بعمرة. قالت فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. قالت فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت. قالت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معها رسول الله عبد الرحمن بن بكر التنعيم فأهلت بعمرة مكان عمرتها فطافت بالبيت فقضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. الحديث 67 قال عن هشام عن عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما يجد. قال الحديث 68 عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأفتل قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بالهدي وهو مقيم عندنا لا يجتنب شيء مما يسلم المحرم. قال الحديث 69 عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته فيصلي وهو جالس ثم صلى في شكوى فصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انقضى صلاته قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث 70 عن هشام عن عروة عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام بن خويلد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله أو يعفه الله وكذا ومن يستغني يغنيه الله. قال الحديث 71 عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال الحديث 72 عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. وقال عروة لم أرى القبلة تدعو إلى خير. الحديث 73 عن هشام عن عروة عن حزام بن حكيم عن ابن حزام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس. قال وكان مر على قوم بأرض الشام في الشمس فقال ما شأنهم قد حبسوا بالجزية فدخل على عمر بن سعد وكان على فلسطين فقال يا عمير بن سعد ما شأن هؤلاء الذين حبسوا في الشمس فقال حبسوا بالجزية. قال فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال الحديث 74 عن هشام أنه سمع عبد الله بن محمد بن ربيعة يقول صليت خلف عمر صلاة الفجر فقرأ فيها بالسورة الحج قراءة بطيئة. الحديث 75
عن هشام عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرج من المدينة أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله تعالى خيرا منه. قال الحديث السادس والسبعون عن هشام بن عروة عن هشام عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون قيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد في آخر ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخاطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا يحاد فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا واعتقوا وقال أسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ثم قال يا أمة محمد ولو تعلم ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ثم قال ألا هل بلغت الحديث السابع والسبعون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء ابنة أبي بكر أنها قد أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي قال فقلت ما شأن الناس قيام قال فأشرت بيدي نحو السماء قالت سبحان الله فقلت آية قالت فأشرت برأسها أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب على رأسي الماء. السلام عليكم. دقيقة तुम बताओ जी बताओ तुम बताओ हम काम भी शुरू कर दिया तुमने काम शुरू कर दिया हाँ कब से कई दिन हो गए चलने तो काम चलने तो बहुत बड़े आगा نعيد الحديث مرة أخرى. الحديث السابع والسبعون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي قال فقلت ما شأن الناس قال ما شأن الناس قياما قال فأشارت بيدي نحو السماء قالت سبحان الله فقلت آية قالت فأشارت برأسي أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب على رأس الماء قالت فحمد الله نبي الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه حين انصرفت ثم قال ما من شيء لم يكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسمع من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل قال فأما المؤمن والموقن لا يدري أي ذلك. قالت أسمع فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا فيقال وقد علمنا إن كنت مؤمنا به يقول 3 مرات. قال فأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحديث 78 عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه أخبره عن سلمة بن أزرق أنه كان مع عبد الله بن عمر جالسا ذات يوم بالسوق فمر بجنازة يبكى عليها فغاض ذلك عبد الله بن عمر وانتهرهن فقال سلمة بن أزرق لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن فأشهد على أبي هريرة سمعته. وتوفيت امرأة من كنائن مروان فشهد وأمر مروان بالنساء اللاتي يبكين يضربن فقال أبو هريرة دعهن أبا عبد الملك فإنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها وأنا معه ومع عمر بن الخطاب فانتهرهن عمر اللاتي يبكين مع الجنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد حديث. فقال هل أنت سمعته؟ فقال نعم. قال الله ورسوله أعلم.
الحديث 79 يعني عن أقول هشام رفايد بن زي عروة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إنه من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. الحديث 8 عن هشام عن موسى بن عقبة عن عبد الله الأودي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال على كل لين هين قريب سهل. الحديث 81 عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتي بصبي يرضع فبال عليه وإما على غيره فصب عليه من الماء. الحديث 82 عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي فأتبعته بإداوة فصببت عليه فتوضأ وكانت عليه جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من جبتها فتوضأ ومسح الخفين. قال الحديث 83 عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر عن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أقبلت لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فوجدت يقول من يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. قال فقلت ما أنا بسائلك اليوم. قال الحديث 84 عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عن الحامل تضع عند وفاة زوجها. قال ابن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تتزوج. قال حدثنا الحديث 85 عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن جده حبان ابن منقذ تزوج من بني هاشم وطلق امرأة من أنصاره وكانت ترضع فلم تحض حتى مر بها قريب من سنة وتوفي حبان ابن منقذ فطلبت ميراثها مع الهاشمية فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فأشار علي علي بن طالب أن يورثها لأنها لم تقض حيضتها فقضى ذلك وقال الهاشمي هذا قضاء ابن عمك. الحديث 86 عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليتفل عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لن تضره. الحديث 87 عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس مالك عن خالتي أم حرام ابنة ملحان أن قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا ثم استيقظ فتبسم وقلت يا رسول الله ما أضحك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على أسرة. قالت فادعوا الله يجعلني منهم فدعا لها ثم نامت الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها وأجاب مثل جوابه الأول. قالت فادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلم البحر مع معاوية بن سفيان فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت رضي الله عنها. الحديث 88 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال من يحفظ لنا الصلاة بالصبح أو الشمس؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فنام بلال وأسنى ظهره إلى راحلته فما أيقظه إلا حر الشمس في وجهه. فقال بلال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فتقدموا عن منزلهم ذلك فصلوا. آخر الجزء والحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. نعم انتهى الجزء بحمد الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم يا مولانا. نعم انتهينا من قراءة صحيح مسلم وكذلك وكتاب الهداية صباحا
والآن قرأنا نعم عليكم في 3 مجالس جزء من حديث الليث بن سعد المصري عن شيوخه. طبعا أذكر لكم السند إن أردتم. دقيقة شيخنا، نذكر الإخوة السند أيضا، وهو بالإجازة العامة إن شاء الله، بالإجازة العامة. يعني أذكر طرف منها إن شاء الله. فأنه يروي عن والده عبد الأحد، قال أخبرنا عن والدي عن عبد الأحد عن محمد عزاز علي الأنغوري عن شيخ الهند عن عبد الغني عن إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده شاوري الله الدهلوي عن القراني عن العجيمي عن البابلي عن السنهوري أبي النجا عن نجم الدين الغيطي عن زكريا الأنصاري عن ابن حجر عن أبي العباس أحمد بن حسن السويداوي عن عبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الكرم البغدادي عن أبي الحسن بن البخاري عن أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي عن أبي الفضل محمد بن عبد الله ابن المهتدي عن أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي عن أبي بكر محمد بن عمر بن علي الوراق عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي داود عن عيسى بن حماد زغبة عن الإمام ليث عن الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان ذلك إسناد الشيخ في هذا الجزء، سنرسله بإذن الله تعالى بعد النظر فيه ثانية على قناة الإجازة بحمد الله. طيب شيخنا بارك الله فيكم، نستجيزكم بما قرأناه في هذا اليوم إجازة خاصة، تفضل. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الكريم. أما بعد، نعم. فأرجو فأوصيكم أولا بنفسي تقوى الله في السر والعلانية، وأرجو من حضرات نعم حسب شروط المعتبر على الحديث والأثر، وأرجو من حضراتكم ألا تنسوا. نعم. وأرجو من حضراتكم عني بسندي كما تشاءون. بارك الله فيكم. والذين يقولون نعم. نعم، أمامكم الحضور عبر جوجل ميت، يعني مشايخ حضروا معنا، الشيخ الدكتور أيضا الشيخ الدكتور أحمد عدنان، وكذلك كان معنا الشيخ أبو أحمد شحاتة والشيخ فخر الدين وسعود الشريف وشيخ ناد والشيخ ياسر القاسمي، وقد يكون معنا عبر التليجرام مشايخ آخرون لا أدري. بارك الله فيك، جزاك الله. الشيخ الباز موجود؟ ما بك يا شيخ معاذ، ماذا تقول يا محمد؟ تعلق على عند الناس